الجمل من المواضيع اللي صارت اليوم شائكة. منو اللي عالب منو؟ هل صحيح أن علي بن أبي طالب هو اللي راح على الجماعة في البصرة وهو الذي كان سببا أساسيا في المعركة؟ لو لا، عائشة ومن معها طلحة والزبير هم الذين خرجوا على حاكمي المسلمين وإمام زمانهم ولا أقل الخليفة الرابع. موضوع مهم، خلي نسلط الضوء عليه، لكن راح يصير فقط من كتب عامة المسلمين، يعني الرواية الشيعية راح نبعدها نهائيا عن الموضوع. خلينا نشوف. السلام عليكم. موضوع معركة الجمل من المواضيع المهمة اللي البعض بدأ يتلاعب بها اليوم حتى يبين أن الخطأ يم علي بن أبي طالب، لكن هناك أكو قواعد أساسية ورئيسية ينطلق منها الإنسان. أولا، علي بن أبي طالب في ذاك الزمان هو خليفة المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، وهذا الموضوع يؤمن به علماء المسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني إذا الأمة أرادت أن تتخذ قرار لازم ترجع لخليفة المسلمين باعتباره هو الولي وطاعته واجبة حال غيره من الخلفاء. يعني إذا البعض راد يأخذ ثار الخليفة عثمان بن عفان لازم قبل أن يتخذ أي قرار يرجع لخليفة المسلمين وهو علي بن أبي طالب، وإلا إذا أي واحد بباله يتخذ أي قرار راح يصير فوضى. والأمر الآخر المهم اللي طالبوا بدم عثمان، حقيقة هل خلت أيديهم من دم عثمان؟ لو البعض بهم متهم بأنه ألب على عثمان. هذا الموضوع حتى نوقف على حقيقته لازم نرجع إلى صفحات التاريخ. خلينا نشوف التاريخ شنو. هذا كتاب البداية والنهاية لابن كثير في الجزء السابع، يقول في صفحة 183 يقول: وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على عثمان وأنه كان أعز منه، فقال له عثمان: دع هذا فإنه من أمر الجاهلية. وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثمان، يعني كان من المؤلبين على عثمان. بعد كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير في الجزء الثالث يقول في صفحة 176: يقال له عبيد بن أبي سلمة وهو ابن أم كلاب، فقالت له مهيم قال: قتل عثمان وبقوا 8. قلت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: اجتمعوا على بيعة علي. فقالت: ليت هذه انطبقت على هذه. ثم تم الأمر لصاحبك، يعني لعلي بن أبي طالب: ردوني. فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل عثمان، قتل والله عثمان مظلوما، والله لأطلبن بدمه. فقال لها: ولم؟ والله إن أول من أمال حرفه لأنت، ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر. قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوا. هذا المصدر الثاني. المصدر في البداية والنهاية الجزء السابع يقول: ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على حربه، حرب عثمان، والإنكار عليه، وكان عظم ذلك مسندا إلى محمد ابن أبي بكر ومحمد ابن أبي حذيفة. وفي الكامل في نفس المصدر صفحة 188 قال علقمة بن وقاص الليثي: لما خرج طلحة والزبير وعائشة رأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على صدره، فقلت: يا أبا محمد، أرى أحب المجالس إليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك على صدرك، إن كرهت شيئا فاجلس. فقال لي: يا علقمة، بينا نحن يد واحدة على من سوانا، إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضا، إنه كان مني في عثمان شيء ليس توبتي إلا أن يسفك دمي في طلب دمه. يعني كان إلى موقف ضد عثمان وأراد أن يتوب من هذا الموقف. إذن من طالب بدم عثمان كان في حياة عثمان يقفون ضده.
البعض يقول والكلمة الشائعة اليوم عائشة ومن معها كانوا بالبصرة. إيش جاب علي بن أبي طالب من المدينة للبصرة؟ اللي جاب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من المدينة إلى البصرة هو واجبه كخليفة للمسلمين حفظ الأمن والاستقرار وحماية الناس، لأن الطرف الآخر كان يؤلب ضد حكومة علي بن أبي طالب وكان يعمل على قتل الناس بدعوى قتلة عثمان. ماكو مشكلة قتلة عثمان، إيه صحيح أنك من تقتل قتلة عثمان راح تسوي فوضى عارمة، أم تسكت كما سكت حاكم المسلمين الذي بين لهم أن الآن الموضوع لا يسمح بأخذ الثار. هذا كلامنا منين جبناه؟ أكو إلى واقع؟ نعم، خلينا نشوف الكتب شو تقول. وفي سبب ذهاب عائشة إلى البصرة يقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الرابع في الصفحة 249 يقول هنا: وقال آخرون بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من هنالك بالخيل والرجال ونبدأ بمن هناك من قتلة عثمان. كتاب صحيح تاريخ الطبري، صحيح تاريخ الطبري الجزء الثالث، يقول في صفحة 381 قال: عند مجيئهم ثم رجعت إلى أهلي بالبصر إلى أن قال: فلما أتيتهم قالوا جئنا لنستنصر على دم عثمان قتل مظلوما. يعني هذا المصدر الثاني يأكد مجيء أهل البصرة لطلب التعزيزات، وهذا المصدر جامع شروح العقيدة السفارينية. هذا المصدر علق عليه كبار العلماء. هذا ختم الموضوع، شرحه باختصار وختمه ختمة لا نقاش فيها، حيث يقول: علي بن أبي طالب أخر البحث عن القاتل أو عن المتآمرين لأن الحالة تقتضي ذلك، فالناس في فتنة ويصعب جدا العثور على هؤلاء المدبرين، ثم إذا عثرنا عليهم فإن قتلهم قد يؤدي إلى فتنة أكبر، لأن منهم رؤوس قبائل، فعلي له رأي ومعاوية وعائشة لهم رأي وكل اجتهد. ختموها باجتهد فأخطأ. إذا تبين أن الحق كان مع خليفة المسلمين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ومن قاتل عليا كان على خطأ. واللطيف أكو حديث في أحد المصادر وهو مصدر مهم جدا، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن أثير. هذا الشيء يقول في الجزء الخامس في صفحة 367. نختم بهذا الحديث. ينقل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. يعني اللي يحارب علي ابن أبي طالب هذا يحارب النبي صلى الله عليه وآله. لا تنسون من الدعاء.